خالتكم ام يوسف رغم الحرب ورغم القصف ورغم كل شيء والمرأة محافظة على انوثتها ومحافظة على حجابها ومحافظة على حالها وبتحط مكياج وبتظبط حالها اخر تظبيط. وفي بعض البنات لا عندهم حرب ولا عندهم شيء وجاهم تقطع الرزق للاسف الشديد، ما بعرف ليش. المهم خالتكم ام يوسف في حياتها التيكتوكيه، طبعا نحن ما بنعرف شيء عن حياتها الخاصه ابدا ابدا، يعني ها لا بيضات جوزة ولا ايش كان اسمه. خالتكم ام يوسف في حياتها التيكتوكيه عندها قانونين. القانون الاول، عرفتوا القانون الاول؟ القانون الاول انه هي بتصور فيديوهات وبتسب زوجها وبتقلل من قيمته. اما القانون الثاني بتفتح لايف وهي محترمه ومحافظه على حال الاحترام احتفاظ، هي انسانه تعرفوا في قمه الاحترام. دخلت اليوم لعندها كتبت لها تعليق، هي قالت يعني معلش يا صبايا لو سمعتم، طبعا هو ما في صبايا، في شباب مسخروا عليها، معلش يا صبايا لو سمعتوا حديثنا يعني انتم ما كم غريبين. دخلت لها لا عادي يعني وش نحن ما سمعنا حديثك، يعني ما ضل غير تصورين انت وجوزك على التخت ويمكن صوروها كمان، انا ما بشاهدهم الصراحه وحاضرهم. بدخل على صفحتهم في سهم فوق بكبس عليه بعطي حظر للصفحه وخالصين. يعني في شخص ثاني كثير مزعج لدرجه مو بس مزعج، شكله مستفز، هو كله مستفز، اسمه حموده ساحر قلوب الجحشات، ما بعرف الفتيات ما بعرف البنات ما بعرف مين. مشاهدينه لهذا اللي اسمه حموده اعمارهم ب 12 و13 سنه ويمكن 10 سنين. اخوي انت متابعينك اللي عم يتابعوك هدول قبل ما يناموا امها بتقول لها يا بنتي مدي المشمعه لانه بكره مطر بخاف تنزعي الفرشه او تنزعي الاسفنجه، مدي المشمعه. ايوه مشان ما تخي تحتك لانه بتكون سخاخه هي، عرفت شلون؟ ايوه. والسؤال الثالث واللي محيرني اكثر واكثر انه هدول الناس اللي كانت تشهد على اللايفات وكانوا ينطوا ويحطوا فرشه قدامهم، عرفتوهم؟ صاروا فوق الريح. وانا واحد الناس اللي صار لي سنه ونص بفتح لايف لحد الان بارضي عم برجع لورا. طيب هدول الناس شلون زنقلت وصارت فوق الريح ونحن لساتنا لورا؟ معناتها نحن يا حدا عم بتبناهم ويعطيهم مصاري مشان يصوروا، يا اما انا ما شفت شيء من التيك توك. على فكره اخواتي فيكم تدعموا بالفيديو، يعني فيها صندوق هدايا بالتعليقات تكبس عليه بتست لك هديه مرتبه لاخوك حج حمده. ما عم بطلب منك بس يعني اذا حبيت كلامي وبردت لك قلبك. انت يا حموده الله يرضى عليك لما بتعصر حالك، اذا عصرت حالك شوي ثانيه بصير فيك انوثه اكثر من البنات اللي عم يشاهدوك. وغير هيك يا اخوي انت عليك دفتر ملاحظات، ما بتشوفوا فيديوهاتكم قبل ما بتنزلوها؟ انتوا كرهتوا الناس، انتوا بدل ما تفرحوا الناس وتبردوا قلبهم انتوا زدتوا الهم على قلبهم، وغير انه زدتوا الهم على قلبهم كرهتوهم البرنامج عن جد. ورغم هيك انه فيديوهاتكم تطلع ترند، يعني ها رغم هيك فيديوهاتكم تطلع ترند، شلون؟ ما بعرف، كيف كمان ما بعرف. المهم يا اخواتي انتوا بتمنى منكم ترجعوا تشوفوا فيديوهاتكم وتشوفوا وين الغلط بفيديوهاتكم وتصوروا شيء حلو، صوروا شيء حلو الناس تحسن تتقبلكم. ما عم نحسن نتقبلكم، انا السبب الوحيد اللي كرهني هذا البرنامج هو فيديوهاتكم، شغلاتكم اللي بتعملوها كرهتني هذا البرنامج. علي الطربوش علي الطربوش يعني ابغى لكم ها. والهم يا اخواتي بس بدي منكم طلب صغير انه تعملوا لايك لهذا الفيديو كرمال يطلع، ونفس الوقت لا تكتبوا مسبات وتسبوا هذول الناس عندي في التعليقات. عم طيروا له الفيديو، والله عم طيروا له الفيديو، تعليقاتكم ما عم تظهر وقت انتوا عم بتسبوا مسبات كبيره. انا شايف تعليقاتكم كلها توقاريه. لهيك الله يرضى عليكم اكتب لك كلام حلو، ادعي لي بالرحمه، ادعي لي بكلام حلو في التعليقات، واكتب لي والله يا اخوي كلامك صح احسن ما تسب، لانه انت لما عم تسب الفيديو عم بصير في خطر. بحبكم كثير يا اخواتي، وروحوا الله يفرح قلبكم، وان شاء الله تمسكوا المشمع يصير ذهب، وان شاء الله تمدوا الفرشه تصير فضه، وان شاء الله تفتحوا التخت تلاقوا تحته كومه مصاري. بحبكم كثير والى اللقاء، ان شاء الله ما اكون طولت عليكم.